بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتلقاكم هذا الفيديو مهنيين. قبل ما نبداو نرحب بكم كامل، نقول لكم القناة قناتكم، واللي التقى بالقناة تاعي صدفة ومازال مشتركش نتمنى انكم تشتركوا باش يلحقكم كل جديد، وفضلا ليس امرا ما تنساوش تخلوا لي جيم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة بزاف سهلة اقتصادية وتحمر الوجه لمناسباتكم، ديروها للضياف، ديروها طبق رئيسي هكا في رمضان. قلت لكم تحمر الوجه وبزاف بنينه ومكوناتها بسيطه. واش راح نسحقوا نص صدر تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. هذا النص تاعي تاع الدجاج، عفوا انا ماشي كبير بزاف، غير في الكاميرا راه يبان كبير. قطعته هكا كيما راكم تشوفوا، نحيت له العظم هذاك تاعو، غسلته باينه وحطيته هنايا في الاشواخ. نحط عليه شويه تاع الثوم، نحط عليه عصره تاع نص حبه قارص. الا ما كانش عندكم القارص ديروا زوج مغارف تاع خل. هنا البنات هذاك الخل ولا القارص يعطيكم طراوه للدجاج تاعكم. زدت درت معاه حبه تاع البيض، درت معاه فلفل الكحل، درت مع توابل تاع الدجاج ولا كوري تاع الدجاج يتباع عند اللي يبيع التوابل. درت زنجبيل مرحي، الملح، ودرت زوج مغارف ونص تاع لا شابلوغ. كيما هكايا نتوما تقدروا ديروا غير زوج مغارف، ما ديروش زوج مغارف ونص. حتى كي تشوفوا، حتى كي ترحوا تشوفوا لا تزيدوا ولا لا. ودرت تانيك رشه تاع التوابل هذوك تاع الفرماج. قلت لكم هذوك التوابل الا صدتوهم غير شروهم يعطوكم بزاف بنه هايله للاطباق تاعكم اللي دير بالفرماج، سورتو البولاك. هنايا رحيت هذاك الدجاج تاعي، وشوفوا لازم يكون هكا، يكون ناشف. يعني كي تنحوه من الاشواغ وديروا كره تجيكم ناشفه. الا حسيتوها مازالت جاريه ولا زيدوا لا شابلوغ، ولا حسيتوها نشفت معكم بزاف زيدوا قطره تاع ما. هنايا جبت الساشي تاعي ولا بابي فيلم، انا نخلي هذوك الساشيات اللي نشري فيهم الخبز شفتو صحيين. هنايا جبت الساشي تاعي قطعتها هكا على زوج، ودهنتها بالزيت، ونجي نحط هذاك الدجاج تاعي. كيما هنايا ثانيك تقدروا تزيدوا معدنوس، انا نسيت معدنوس. تقدروا ثانيك تزيدوا زيتون ترحيوه معاه، ثاني يعطيكم بنه شابه. هنا تحطوا هذيك كيما نقولوا الخبزه تاعكم هكا تاع الدجاج، وتزيدوا تغطيو عليها من الفوق هكا بالساشي، وتحلوها بيدكم ولا تحلوها بالحلال كيما حبيتوا. يعني تستعملوا الحلال ولا تستعملوا يدكم، المهم تكون هكا مغطيه، تكون هذاك العجينه تاع الدجاج تاعكم تكون ما بين زوج ساشيات ولا بابي فيلم. انا هكا حليتها مليح، وشوفوا السمك تاعها تكون رقيقه، تكون واحد 3 ملم. تحلوها ونجيبوها كالطابع تاعنا ونطبعوا. هنايا بالنسبه للطابع انتم تتحكموا في الحجم تاع الحبه تاعكم، تحبوها صغيره تحبوها كبيره كيما حبيتوا. انا هذا الكميه تاع الدجاج طاتني 10 حبات، وبقى لي شويه دجاج درتو كرات ودرتو في لاصوص تاعي. هنايا نجيبوا الفرماج، تجيبوا اي نوع تاع فرماج تحبوه يعني تخدموا به، وديروا قطعه هكا تحبوا تاع البيدون ديروا مغرف كيما حبيتوا. هنايا وديروا هكا طرف تاع فرماج وتجو تغلقوا عليه هذاك الشوصون تاعكم، هكا تغلقوه وتحكموه هكا تغلقوه مليح. هذيك العصبه اللي تجي في الدجاج ولا مانيش عارفه واسمها، يعني كي هذاك الخيط الابيض اللي يجي هكا في الصدر. هنايا وتغلقوا مليح. هنا ننصحكم باش الشكل يجي شباب، حطوا الماء قدامكم وقعدوا هكا تسقموا بالماء دائما. هذه كتدبيره كي ديروا الدجاج كرات تاع الدجاج ولا تاع اللحم، ولا حطوا الماء قدامكم وديروا الكرات باش الشكل تاعهم الفوق يجيكم مرطب. نحطوا هذوك لي شوصون تاعنا على جهه ونجو نوجدوا العصوص. انا هنايا واش درت، جبت الطاجين تاعي حطيت فيه هذيك الكركاسه تاع الدجاج اللي نحيتها، حطيت فيه بصل مرابي، حطيت فيه مغرفه تاع السمن وزوج مغارف تاع الزيت. ودرت هنايا توابل نفس التوابل اللي درتهم في الدجاج، اللي هما ملح فلفل الكحل، توابل تاع الدجاج والزنجبيل. برك هنايا زدت شويه تاع قرفه، رشه تاع قرفه ورشه تاع الكركم. الكركم باش يعطيني يعني لون شباب هكا في هذاك لاصوص تاعي، والقرفه شتو تجي شابه هكايا البنه تاعها في هذو لي صوص بلونش. وحطيت كميه من الجلبانه وحبه زروديه هكايا مقطعه، يعني الجلبانه والزروديه كامل باش نزكيو الطبق تاعنا. تقدروا نتوما ثانيك ما ديروش جلبانه ولا ديروا طاجين الزيتون، يعني طيبوا طاجين الزيتون بطريقتكم اللي موافين طيبوا به وتقدموا به هذوك لي شوصون. كما ثانيك تقدروا تقدموهم بلاصوص تاع شامبينيون. هنايا انا كي تقلالي مليح هذيك الجلبانه والخضره تاعي وكامل مرقتهم وغطيت عليهم وخليتهم يطيبوا حتى تخثر لي هذيك المريقه تاعي ونطفي عليها.
نجيبوا مقله نحطوا فيها شويه تاع الزيت ونحطوا هذوك لي شوصون تاعنا يتقلاو. انا هنايا شويه كثرت الزيت، نتوما ما ديروش هكا، نقصوا شويه. انا كنت في الحقيقه قليت الزيت، قليت البطاطا ونقصت منه بصح هكاك، وخليت يعني شويه كميه كبيره. نتوما ما ديروش كاع هكا زيت. اقليوهم هكا، شتو الدجاج ما فيهش الروح، سختو مرحي بالخف يطيب. وقلت لكم هذاك العصره تاع القارص ولا تاع الخل اللي درناها له راح تعطيلو طراوه. نخلو هكا يطيب لنا حتى يطيب لنا على الجهتين ويدي لنا هذاك اللون الذهبي. كي يطيبو يكمل يعني نجيبو الطبسين نحطو فيه بابي ونحطو هذوك لي شوصون تاعنا فيه. والتقديم حبيت يعني نشارك معكم الطريقه تاع التقديم. هذيك الطريقه تاع يعني كل وحده تقدمو كيما تحب. انا شوفوا كيفاش درت، حطيت هذوك لي شوصون تاعي في الوسط تاع الطبسي، ويعني جبت الفرماج، كان عندي فرماج تاع ساندويتشات جبتو هكايا. يعني هنا ما كانش عندي فكره، كنت غير ندير ومن بعد صبت الفكره هكا معكم. جبت هذاك الفرماج قطعته هكايا بالطول، وقطعت كل وحده على زوج وحطيته هكا فوق هكا كما راكم تشوفوا. هنا تشوفوا الفرماج تاعي شغل شويه ما راهوش كما نقولوا حاط روحو كامل، مي دوكا كي نسقيوه بهذيك لاصوص سخونه راهو رايح شغل يذوب لي شويه ويلصق لي في الحبه تاع الشوصون تاعي. قدمته هكا، زدت معاه بطاطا مقليه كنت قليتها مربعات، وهذيك لاصوص تاعي كانت هكا سخونه. نجو نسقوا شويه لي شوصون تاعي باش يتشمخوا لي، يعني ما نكثرش فوقهم المرقه. وشوفوا الفرماج كيفاش هبط لي عليهم ولصق. ونجي زينهم بهذيك الرشه تاع المعدنوس من الفوق. وكما قلت لكم تقدموهم كما حبيتوا، مع طاجين زيتون، مع لاصوص تاع شامبينيون. المهم نتوما واش تحبوا، ويجوا بزاف هايلين ومفرمجين من الداخل وبزاف بنان. اذا كملتوا الفيديو ولا لحقتوا حتى لهنا ما تنساوش تخلوا لي جيم، والى الملتقى باذن الله. مع السلامه.